مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في برنامج رحلة مع الفن. وكنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن رائد عصر النهضة ليوناردو دافنشي، وفي حلقة اليوم سنتحدث عن النحات العالمي مايكل أنجلو، فمرحبا بكم. أستاذ أمين مراد، من هو مايكل أنجلو؟ مايكل أنجلو كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن دافنشي من أحد عمالقة النهضة الإيطالية أو من نجوم النهضة الإيطالية، لا يقل أهمية وإبداعا عن دافنشي. فنان عصر النهضة الإيطالي رمزا للعبقرية، أبدعت في 4 فنون كبرى مثل النحت والتصوير والعمارة وحتى الشعر. الفن في نظره لغة مستقلة وحرة، وهناك لديه أعمال فنية ممكن نتحدث عنها لاحقا. ولماذا اختار مايكل أنجلو وأحب في الحقيقة الفن النحتي أكثر من الفنون الأخرى؟ هذا السؤال له قصة، لأنه رضع ميكل أنجلو كما قالوا الأزاميل والمطرقة مع حليب مرضعته زوجة عامل في محاجر الرخام، لأنه كانت هي التي تربيه، وكان زوج هذه المرضعة يعمل في الحجارة أو في الرخام. فأدرك أبو ميكل أنجلو بوناروتي ميول ابنه للنحت، فأرسله للتعليم في مرسم في فلورنسا وعمره لا يتجاوز 13 سنة. اكتشف لوراندي ميديتشي التلميذ المتدرب، ففتح له أبواب حدائق قصر وأكاديمية، ووضعه على احتكاك ومخالطة مع كبار المثقفين والمتنورين، وكان لهم أكبر الأثر في تكوينه الروحي وطموحه فنانا مبدعا. واستفاد من تعاليم سافونا في الدعوة إلى الإصلاح والصلاح، فكانت من العوامل التي شكلت أخلاقه ووجهت نحته وفرشاته. إذن النحت والرخام هو جزء من حياته، عاش معها هو. طبعا تعامل معه، وعند خاصة عند هذا الحجار في الرخام بشكل كامل، وحتى لوحاته هناك بعض النقاط أوصفها كأنه مجسمة، لأنه فعلا كان تأثر بعلم النحت أو بفن النحت، فحتى لوحاته المسطحة كانت بشكل محجم يعني، فلذلك كانت فعلا استفاد من النحات أو الحجار بشكل كامل، وتعامل مع النحت وفعلا أبدع فيه. وما هي أهم أعماله النحتية المشهورة عالميا؟ لدافنشي أعمال فعلا نحتية ضخمة وعظيمة ومعروفة عالميا. أنتج أنجلو أول عمل نحتي في الأكاديمية من مخلوقات أسطورية متوحشة، وعمله الثاني كان عذراء السلم. وبعد موت ميديتشي وغادر إلى بيت أبيه لممارسة عمله النحت والتصوير. استدعي مرة ثانية أنجلو إلى رومانيا، فيها أنجز أثره العظيم والمشهور الأول تمثال الشفقة. تمثال الشفقة كما قلنا لعذراء شابة وأم شابة تحمل في ذاتها شيء كثير من العمل قدسي، لأنه كانت تمثل هذه اللوحة المسيح، وهو والمسيح كما قلنا، وهي تنحني فوقه. لم يكن في العذراء شيء من الغموض، سوى إنها فتاة أحبها أنجلو حبا العبادة كما أحب شخوصه. أنتج أنجلو أول عمل نحتي في الأكاديمية كما تحدثنا، مخلوقات أسطورية متوحشة، وعمل الثاني له بارز عذراء السلم. بعد موت ميديشي عاد أنجلو إلى أبيه، فمارس عمله في النحت والتصوير. واستدعي مرة أخرى أنجلو إلى روما، وفيها أنجز أثره العظيم الأول تمثال الشفقة. استخرج من الرخام قصيدة مؤثرة ورائعة
قراءة تمثل أو الشكل التمثال يعود إلى مرحلة شبابه، وهو العمل الوحيد الذي مهر بتوقيعه. أمام هذا النجاح الباهر قد در عليه أموالا كثيرة وأنجز أعمالا أخرى. تمثال الشفقة أنجز عملا آخر وهو تمثال داود من الرخام. لقد كان هذا التمثال من أعماله البطولة ومن أشهر التماثيل وأجملها في العالم كله، وكان عمره في 30 من عمره. عدا النحت هل له رسومات أخرى؟ نعم، هناك له رسمة مشهورة وخاصة المرسومة في سقف الكنيسة السيستينا. هذا العمل فعلا عمل باهر، وعندما عاد إلى روما ليعطي مشروعه للبابا رفضه لأول مرة، ولكن عاد مرة أخرى وبدأ بالعمل وأنجز هذه اللوحة في سقف كنيسة السكستين، وقسم اللوحة إلى 3 أقسام. الجزء الأول هو خلق الدنيا، يبدأ ب3 أجزاء من الخالق يفصل بين النور والظلام وبين خلق النجوم والكواكب، والرب يبارك الأرض. في القسم الثاني الخطيئة، خطيئة آدم، يعني بخلق آدم وخلق حواء والخطيئة. وفي القسم الثالث الطوفان، رهبة نوح أو الطوفان أو سر نوح. والشيء الجلي والمهم والواضح للموضوع الرئيسي في زخرفة السقف هو الخليقة والفناء للجنس البشري أو المحاسبة. وفعلا في هذه اللوحة صور عملا رائعا في ظهور طوفان، كيف حالة الإنسان والهلع والغموض بشكل كامل، فلذلك كان عملا شاقا بالنسبة لدافنشي. ويقال بأنه كان هناك مساعدين لدافنشي في العمل يساعدونه، لكن فيما بعد تخلى عنهم وتحمل المسؤولية بالكامل، وكان حتى البابا يزوره في الكنيسة ويأخذ بيده وينظر إلى اللوحة بشكل أو بآخر. وعمل في اللوحة قرابة 4 سنوات أو 6 سنوات وهو يعمل على ظهره، وأصبح عليلا، ولكن أنجز اللوحة، وهذه اللوحة لا زالت موجودة في الكنيسة كمعلم تاريخي أو كلوحة تاريخية مشهورة باسمه. أستاذ أمين، ألا ترى معي أن هناك اختلافا بين دافنشي وأنجلو بهذا المعنى؟ فدافنشي كان يهتم بالعلم، نعم، إنما أنجلو كان يركز على المواضيع الدينية أكثر، لأنه كان فعلا متأثرا بالأفكار الدينية بشكل كامل. ولذلك كان العمل أخي العزيز مطلوب منه طلب، أنه طلب منه لأنه أن يعمل هذه اللوحة حسب مواصفات الكنيسة أو حسب رغبة البابا. فلذلك أعمال ميكل أنجلو كلها عبارة عن أعمال دينية، من تمثال داود أو من نبي موسى أو سقف كنيسة إلى أو تمثال الشفقة. فلذلك كان فعلا أعماله كانت مؤثرة، أو كانت له تأثير الدين على أعماله وأفكاره، لأنه كان مطلوب منهم طلب. يعني ليس الفنان حر أن يعمل إلا بأمر الكنيسة أو بأمر البابا أو ما شابه ذلك. هنا الحرية بعكس دافنشي الذي اهتم كما أسلفنا بقضايا أخرى، نعم، خارج إطار الكنيسة. نعم، لأنه دافنشي فعلا كان يتمتع بذكاء خارق وبخيال خصب، تجاوز هذه المرحلة الدينية وأسس وأبدع أو سهل الأمر لحرية الفن فيما بعد. وفعلا كان رأي دافنشي يعني صائب أكثر من رأي ميكل أنجلو. ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن مايكل أنجلو، ونتحول بالحديث عن نجم وعبقري آخر من عصر النهضة الإيطالية، وهو الفنان والمصور رافائيل. ونبدأ بالتعريف بهذا العبقري. رافائيل فعلا كان النجم الثالث من نجوم النهضة الإيطالية بعد ليوناردو دافنشي وميكل أنجلو، وبالرغم من عمره القصير عاش تقريبا 37 عاما، لكن ترك لنا أعمالا خالدة.
وفي هذه المجموعة من العباقرة الذين رفعوا لواء النهضة الفنية الإيطالية. إذن هو الفنان رافائيلو. وأهم أعماله التي اشتهر بها؟ له أعمال كثيرة مصورة، على سبيل المثال عذراء البستان، الأسرة المقدسة، السيدة ذات الغطاء، مدرسة أثينا. هذه أعماله تقريبا المعروفة مشهورة. ورافائيل بهذا المعنى وبهذا الزخم الفني بماذا يختلف عن دافنشي ومايكل أنجلو كعبقريين أيضا من عباقرة عصور النهضة؟ أستاذ العظيم، لولا الاختلاف لما ميزنا بين فنان وفنان آخر أو عبقري مع عبقري آخر. فالاختلاف فعلا ضرورة حياتية، وخاصة في المجال الفني. هنا فعلا رافائيلو اختلف عن دافنشي وميكل أنجلو في أسلوبه عن الفنانين السابقين. يتميز فنه بالصفاء النفسي والعذوبة الجمالية والتناغم اللوني الرائع. فإذا كان فعلا هذه اللمسات والرؤية الجميلة عند الفنان. لقد كان عبقريا منذ الطفولة. كلمة العبقرية فعلا كلمة عظيمة جدا، ولا تتوفر هذه العبقرية إلا عند العظماء. تلمذ في مرسم الفنان بيرجتو، ودرس أعمال ليوناردو دافنشي وميكل أنجلو وجميع معاصريه، وزاع صيته واشتهر وتوالت عليه الأعمال. كان جميل الطلة، دمس الأخلاق يلتف حوله من المعجبين ومن الفنانين. والمواضيع التي عالجها، ما هي هذه المواضيع؟ والمواضيع التي عالجها كما ذكرنا بعض الأعمال مشهورة كما قلنا: عذراء البستان الموجودة في متحف اللوفر، وتبدو السيدة العذراء جالسة وسط مرعى وقد لفت يدها حول الطفل يسوع في اللوحة. أما اللوحة الثانية الأسرة المقدسة أيضا موجودة في متحف اللوفر. نلاحظ في العمل الفني جمال التكوين في تنوع الحركات، وتتجلى عناية الفنان بالجمال والتعبير عنه بطريقة سلسة واضحة. فعلا هذا الفنان يعني اهتم بالتكوين وباللون وبالجمالية في أعماله. وهناك لوحة أخرى، لوحة السيدة ذات الغطاء. ومن ذات الغطاء أن نلاحظ دقة التصوير في معالم الوجه، يعني فعلا كان فنانا واقعيا. وكذلك جمال التوزيع بثنايا الثوب الفضفاض، يعني من خلال الظل والنور والثنايا والعلاقات اللونية، يعني بمعنى قمة الواقعية. ومن الأعمال الشهيرة الزائعة الصيت الرسومات الجدارية الضخمة في حجرات رافائيلو في مدينة الفاتيكان، مثل لوحة مدرسة أثينا. مدرسة أثينا فعلا مدرسة يعني جمع فيها في هذه اللوحة أشخاص من الفلاسفة والعلماء والشعراء والفنانين الشهيرين في العالم منذ عصر الإغريق وحتى وقته الذي كان يعمل به في مجموعة بشرية مترابطة بأسلوب رفيع جذاب. وقد ترك لنا أعمالا هائلة رغم عمره القصير، كما سبق عاش 37 عاما. ولما مات كتب على قبره العبارة التالية، كما تحدثنا أنه فعلا كان فنانا دقيقا عظيما، فلذلك كتب على قبره هذه العبارة دلالة على دقته وعظمته الفنية: كانت الطبيعة تخشى أن يتفوق عليها. قصد رافائيل يتفوق على الطبيعة وهو حي، ولما مات خشيت من بعده أن تموت الطبيعة. يعني فعلا كان فنان الطبيعة من الدرجة الأولى، فلذلك قالوا كانت الطبيعة تخشى أن يتفوق عليها وهو حي، ولما مات خشيت من بعده أن تموت الطبيعة. يعني هكذا بكون انتهينا من فناني عصر النهضة العباقرة الثلاث، بدءا من دافنشي
وميكالانجلو وثم رافائيل. ونلاحظ هنا أستاذ أمين أن عباقرة وفناني عصر النهضة كانوا أبناء واقعهم، عالجوا هذا الواقع الخاص ومستوى الحضاري الذي وصلوا إليه. نعم فعلا. لماذا سميوا بالعباقرة؟ لأنه كانوا هناك فنانين سبقوهم، لكن هؤلاء هم الذين يعني أعطوا للعالم أو أبدعوا في مجال الفني وأعطوا للفن له قيمة معنوية وروحية وحتى خدمية أو اجتماعية. فلذلك حتى أسماءهم وأعمالهم بقيت خالدة في المتاحف وتدرس للطلاب الأكاديميين في المدارس أو في الأكاديميات الفنية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا رحلة مع الفن، وكان ضيفا معنا الفنان التشكيلي أمين مراد، ومع أطيب تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى لقاء آخر.